كنا عملنا فيديو قبل كده للمبتدئين عن موتور المية وحاولنا نفك أجزائه ونتعرف عليها بشكل تفصيلي. النهارده إن شاء الله هنتكلم في كل ما يخص الملف الكهربي للموتور بشكل علمي وهندسي صحيح. فلو أنت انترستد أو مهتم بموضوع لف المواتير فالفيديو ده هو مدخلك للعلم ده. أنا أحمد داوود، دكتور هندسة. ركز بقى معايا، الكلام الجاي ده كلام مهم جدا علشان تبقى فاهم ملفات الموتور. بص معايا، جوه هنا في 4 ملف. ازاي؟ ادي ملف اولاني، وده ملف تاني، وده ملف تالت، وده ملف رابع. ال4 ملفات دول ليهم بدايات ونهايات. هنعتبر ان دي بداية ودي نهاية للملف، ودي بداية للملف ونهاية، بداية ونهاية، بداية ونهاية، او العكس. يعني ممكن دي بداية ونهاية، دي بداية ونهاية. المهم عندي ملفين بقول عليهم ملفات تشغيل او راننج. هقول ده راننج 1، والملف التاني هسميه راننج 2، والملفين التانيين بقول عليهم ملفات تقويم. ستارتنج 1 وستارتنج 2. يبقى انا عندي ملفين تشغيل وملفين تقويم. بوصلهم من جوه ببعض ازاي؟ بوصل طرفين مع بعض، راننج وستارتنج او تشغيل وتقويم، بوصلهم ببعض وبسميه كومون. طرفين تشغيل وتقويم ببعض وبسميهم كومون، وبديله طرف كهرباء. انا عندي مثلا ادي طرفين الكهرباء اللي هما ال والان، او يعني الفازة والنيوترال. اوصل ده كده، يبقى انا اديت طرف كهرباء لملفين تقويم وتشغيل مع بعض، وده الطرف ده زي ما قلنا بنسميه كومون. طيب طبعا التشغيل دول بوصلهم ببعض كده من بدايتهم ونهايتهم، بوصلهم ببعض كده. والتقويم برضو نفس الكلام، بوصلهم ببعض كده عشان يبقوا ملف واحد. هم اصلا هنا ال4 ملفات دول زي ما قلنا 2 تشغيل و2 تقويم، فال2 تشغيل بوصلهم ببعض بدايتهم مع بعض، وال2 تقويم بوصلهم ببعض برضو بدايتهم مع بعض، بحيث ان انا اخلي التشغيل كويل واحد او ملف واحد والتقويم ملف واحد. وقلنا بوصل طرفين تشغيل وتقويم مع بعض، بوصلهم بيبقى كومون وبديله طرف كهرباء. الطرفين التانيين بقى من التشغيل والتقويم مش بوصلهم مع بعض، بطلع كده طرفين منهم بوصلهم مع بعض كده وبديهم مكثف. ادي رمز المكثف. يعني بوصل طرف التشغيل وطرف التقويم اللي طالعين، بوصل كل طرف بطرف مكثف. تمام. وبوصل الكهرباء على الطرف بتاع التشغيل اللي داخل في المكثف اللي هو هنا كده. هي دي الوصله، سهله جدا وبسيطه. طرفين كهرباء، واحد رايح للكومون اللي هم ملفين، واحد تشغيل واحد تقويم مع بعض، وطرف كهرباء رايح لطرف التشغيل اللي داخل في المكثف. طب والطرف التقويم اللي في المكثف ده خلاص مش هيدخل في حاجه. طيب انا برضو عايز اعرف الكلام ده استفيد منه في ايه. ركز معايا، نجيب مثلا قلم لون تاني. مش الملف ده ليه مقاومه؟ ده كله ملف واحد ليه مقاومه. هسميها ار، يعني مقاومه ملف التشغيل. وملف التقويم ده كله ليه مقاومه. ليه مقاومه، هسميها ار اس، مقاومه ملف التقويم. طيب انا عايز ايه من الكلام ده؟ لو انا جبت طرفين الافوميتر وحطيتهم من هنا لهنا، هحصل منه على ايه؟ على الار دي. حلو. طيب لو انا حطيتهم من هنا من الكومون لهنا، هحصل منهم على الار اس دي. حلو. طيب لو انا حطيتهم من هنا لهنا، هحصل منهم على الار زائد ار اس. انا عايز استفيد ايه بالكلام ده؟ انا عايز استفيد حاجتين. اول حاجه ده اختبار لملفات الموتور ان هو كده سليم ولا مش سليم. لو انا طلع معايا الار والار اس وانا قست من هنا وهنا وطلع ان من هنا لهنا بيساوي ار زائد ار اس، بمعنى كده ان الملف ده سليم. ده اولا. ثانيا انا بعرف الاطراف. لو انا فكيت المكثف اللي هنا ده وفكيت الدنيا زي ما هنشوف دلوقتي، لو فكيت الدنيا دي كلها واتلخبطت ومش عارف الاطراف بتاعتي، بقدر اعرفها بالافوميتر. بقيس المقاومه هنا وبقيس المقاومه هنا وبقيس المقاومه هنا. بعرف منين بقى ان دي الملفات؟ الرننج مقاومته اقل من مقاومه ملف التقويم. الرننج ده عشان هو ملف التشغيل فمقاومته اقل. معنى ايه ان مقاومته اقل؟ مش احنا بنقول ان الار مقاومه الملف بتتناسب عكسيا مع الاريا بتاعته، صح؟ يعني الاريا بتاعت مقطع السلك او مساحه مقطع السلك كل ما زادت كل ما المقاومه بتاعته قلت. يبقى انا قدامي حاجتين. اول حاجه ان انا بشوف مساحه مقطع السلك اللي طالع من الملف، لو كبيره بعرف ان هو ده بتاع التشغيل.
لو صغيره بعرف ان هو ده بتاع ملف التقويم. ده اول حاجه، ده لو انا مش معايا افوميتر وعايز ايه اعرف بالنظر كده. السلك الكبير هو سلك التشغيل، والسلك الصغير هو سلك التقويم. فانا مثلا ممكن يبقى طالع معايا 4 اطراف من هنا، 4 اطراف من الموتور، بجيب 2 مع بعض رفيع وتخين مع بعض وبربطهم مع بعض، ده كومن. والتانيين الرفيع بيبقى هو التقويم، والتخين بيبقى هو او السميك بيبقى هو التشغيل. انا كده عرفت بالعين. بس احيانا بتبقى المساحات زي بعض، فانا ببقى محتاج اعرف بالافوميتر. بقيس المقاومه هنا تطلع معايا مثلا، طلعت الار الاولانيه معايا 20 اوم، الار الثانيه طلعت، هسمي دي ار واحد مثلا، الار الثانيه طلعت 10 اوم. يبقى انا كده اعرف على طول ان الار، لو الدنيا مزغلله اقلل الاضاءه شويه، تمام. يبقى انا كده اعرف على طول ان الار واحد دي هي الار الاكبر، هي دي التشغيل. الار الثانيه اللي هي الصغيره هي دي الستارتنج كويل او ملف التقويم. اقيس بقى من هنا لهنا، احط الافوميتر من هنا لهنا، على شرط ان الاثنين دول يبقوا مربوطين مع بعض. اربط الاثنين دول بقى ببعض هنا علشان كل دي واحد. لما حطيت الافوميتر هنا وهنا جاب لي المقاومه دي كلها اللي هي ار زائد ار اس، اللي هي ار واحد زائد ار 2 اللي هي هتساوي 30 اوم. لو ده تحقق معايا وطلع ان المقاومه هنا هي مجموع المقاومتين دول، يبقى الملف ده سليم و100 100. وانا كده لما طلعت الارقام دي عرفت مين التشغيل ومين التقويم، وابدا اعمل التوصيل بتاعي اللي هو ده التوصيل الصحيح. 2 تشغيل مع بعض و2 تقويم مع بعض، بدايتهم او نهايتهم مع بعض، وبعدين تشغيل مع تقويم بوصلهم بكومن، وبعدين تشغيل مع تقويم واحد بوصله بمكثف والتاني بوصله بالطرف التاني المكثف، وبدخل الطرف بتاع التشغيل على طرف الكهرباء. ده الكلام النظري. نبدا بقى نشوفه عملي. ادي الشق الكهربي للموتور. لا المبينه نخليها كده على جنب. نشوف بقى الملفات دي وصلتها ازاي، زي ما شفنا على الكلام النظري من شويه. هنا المكثف، فك الغطا بتاعه، ده المكثف ودي الوصلات. بص كده بقى، لو انت مش هتتلخبط معايا كده كده هفك الكلام ده دلوقتي، بس مبدئيا كده ادي دخول الكهرباء، واحد ازرق وواحد بني. ادي السلك الازرق وادي السلك البني. الازرق داخل مع السلك الاحمر اللي طالع من جوه. ادي الملف، وده خروج الاطراف بتاعته. هنا طالع 3 اطراف، يبقى هو كده موصل 2 جوه، 2 مع بعض موصلهم مع بعض ومخليهم هما الكومن. الكومن ده مين فيهم؟ هو الاحمر ده. انا عرفت منين؟ بص الاحمر طالع فين، او الماجنتا ده طالع فين؟ طالع مباشر مع طرف كهرباء اللي هو الطرف الازرق، الاثنين مع بعض اهم. طيب البني بقى التاني ده المفروض يروح فين؟ يروح لملف التشغيل وطرف مكثف. البني اهو داخل هنا واخد طرف من المكثف اللي هو الطرف الازرق من المكثف، وداخل مع الطرف الاسود اللي طالع من الموتور. الطرف الاسود ده، يبقى الطرف الاسود ده هو التشغيل، يبقى الطرف الابيض تقويم. هتلاقي الابيض داخل على طرف مكثف فقط اهو، الابيض اهو وداخل، ادي الابيض وداخل على طرف من اطراف المكثف اللي هو الطرف اللي لونه مش عارف ايه ده. ده كده بشكل عام. تعالى بقى نشوفها بالتفصيل اكتر، يعني لو انت ما شفتش الدنيا اللي فاتت دي. ادي طرفين المكثف اهم، شفت اهم، ادي اهم، ده دخول الكهرباء. وادي 3 اطراف طالعين من الموتور من جوه. في مواتير بيطلع منها 4 اطراف، ماليش دعوه بقى، خلاص انا فهمت اللي فيها. لو 4 اطراف يبقى انا هاخد 2 تشغيل وتقويم مع بعض، اربطهم مع بعض ويبقى هو ده كومن، والاثنين التانيين هيبقوا تشغيل وتقويم. طب انا بقى خلاص، انسى مين التشغيل ومين التقويم، انسى مين فيهم بقى التشغيل والتقويم ومين فيهم الكومن. ادي 3 اطراف، مساحات المقطع زي بعض، الابيض زي الاسود، مش باين مين فيهم تشغيل وتقويم. الكومن ممكن يكون سميك شويه، لكن الابيض والاسود زي بعض. انا اعرف منين يا معلم ان هما تشغيل وتقويم؟ يبقى انا كده محتاج افو. اجيب الافوميتر بتاعي، افتح الافو على الوضع. تعالى يا ابو وضع. ادي وضع المقاومه، وادي ال3 اطراف بتوعي. هقيس الاحمر مع الابيض 24 ونص. شايف ولا مش شايف؟ لا انت مش شايف. يبقى انا هثبت القراءه اهو، طلع معايا 24 ونص اوم. اكتبها بره، يبقى احمر مع ابيض 24 ونص اوم.
تمام. و اسود مع ابيض 38.5 اوم، طلعت 38.5 اوم. يبقى اسود مع ابيض 38.5 اوم. طيب اقيس بقى اسود مع احمر، فاضل الاسود مع الاحمر. ادي الاسود مع الاحمر 14.1، طلعت اهي 14.1 اوم. قلنا اسود مع احمر بقت 14.1 اوم. طيب ادي الثلاث نتائج بتوعي اللي طلعوا معايا. احمر مع ابيض 24.5، اسود مع ابيض 38.5، اسود مع احمر 14.1. مش احنا قلنا ان المقاومه من هنا لهنا بيساوي مجموع المقاومتين دول؟ طيب هي كده مين هنا اللي ممكن تساوي مجموع المقاومتين التانيين؟ هنلاقي ان ال 38.5 تقريبا بتساوي ال 14.1 زائد ال 24.5، يعني 14.1 زائد 24.5 يساوي 38.6. معنى كده ان المقاومه بين الاسود مع الابيض بتساوي مجموع المقاومتين دول. يبقى المقاومه دي الاسود مع الابيض اللي هي دي، اللي هي في المكان ده كده. يعني الاسود والابيض هما طرفي التشغيل والتقويم. انا عرفت ان الاسود والابيض دول هما دول التشغيل والتقويم، يبقى الكومون الاحمر. حلو. طيب الابيض ولا الاسود مين فيهم التشغيل والتقويم؟ اشوف الاعلى مقاومه هو ده التقويم والاقل مقاومه هو ده التشغيل. يبقى الاحمر مع الاسود اقل من الاحمر مع الابيض، والابيض هو صاحب المقاومه الاعلى. الله ينور عليك. يبقى الاسود ده هو التشغيل، هو صاحب المقاومه الاقل، والابيض هو التقويم، هو صاحب المقاومه الاعلى. طب ما احنا قلنا كده. انا عملت لكم لخبطتكم قلت لك انسى بس ارجع كده الاول للفيديو، او ارجع كده شويه من الفيديو لورا، هتلاقي ان فعلا الابيض كان هو التقويم، وهتلاقي ان الاسود كان هو التشغيل. لو انت استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.